السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة مميزة جدا. هنعمل مع بعض البسكوت الجميل ده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، بسكوت باليانسون. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان يوصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة، بسم الله. انا عايرت 2.5 كوباية دقيق بالكوب الازاز ده دقيق. اهم حاجه تنخلي الدقيق كويس جدا، بيدي تروه حلوه قوي للبسكوت. وهضيف كمان ربع معلقه صغيره ملح، وهنخل مع الدقيق باكو بيكنج باودر، وهنخل المكونات دي كلها كده مع بعضيها لحد ما يندمجوا مع بعض بالشكل ده. اهم حاجه نمشي على الخطوات بالظبط عشان يطلع معاكي البسكوت ناجح 100%. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تمشي على الخطوات بالظبط. بعد ما نخلت الدقيق هقلبه كده مع بعضيهم واركنهم على جنب لحد ما اعمل مواد السائل. في بولة هضيف 4 بيضات يكونوا بره التلاجة، وهضيف كمان معلقة كبيرة خل، والخل ده بيمنع زفارة البيض، وباكو فانيليا، وهضيف كوباية بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها الدقيق سكر، وهقلب السكر مع البيض كده مع الفانيليا والخل لحد ما السكر يدوب واللون الخليط دوت يفتح معايا بالشكل ده. بستمر في التقليب لحد ما اللون يفتح معايا. بدأ اللون يفتح معايا بالشكل ده والسكر داب. في المرحلة دي هضيف كوباية الا ربع زيت ذرة، وهضيف كمان ربع كوباية سمنة بلدي بتدي طعم حلو جدا للبسكوت. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. وبقلب المكونات كده بالمضرب اليدوي. لو حابة تخلطي المكونات دي كلها في الخلاط برضو براحتك، بس انا حبيت اسهل لكم الموضوع وعملتها لكم بالمضرب اليدوي السلك. كده بقى معايا المواد السايلة جاهزة. بعد ما قلبت المكونات كويس جدا هجيب كوبايه الا ربع ميه من حنفيه عادي بنفس الكوبايه برضو اللي انا عيرت بيها المكونات كلها، وهقلب المكونات دي كده كلها مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض بالشكل ده. شايفين بقى الخليط؟ ما شاء الله. كده بقى معايا جاهز. وافتحي معايا الخليط بنفس الطريقه دي. جبت بقى معلقتين كبار ينسون منقياه كويس جدا، وهضيف كمان لون اصفر ده اختياري، بس جربوا بقى الطريقه دي هتعجبكم جدا. هضيف 3 نقط صغيرين كده لون اصفر غذائي بيتباع عند مستلزمات الحلويات، هيطلعك البسكوت باليانسون نفس اللي انت بتشتريه من الفرن جاهز بالظبط واحلى كمان. هجيب بقى الدقيق اللي انا نخلاه بالبيكنج باودر والملح وهضيفه على المواد السائله كده على مرحلتين. هضيف اول مرحله من الدقيق كده واقلب لحد ما يختفي الدقيق تماما بالطريقه دي. وبعد كده هضيف برضو بقيه الدقيق كله كده. ضفت الدقيق على مرحلتين، وهقلب بقى المكونات كده مع بعضيها لحد ما يندمجوا مع بعض والدقيق يختفي تماما بالشكل ده. اهم حاجه بقى نقلب كويس جدا الدقيق مع المواد السائله عشان ميبقاش فيه كلكعه دقيق في المواد السائله. كده بقى معايا جاهز ما شاء الله. قلبته كويس جدا كده بقى معايا جاهز والقوام بتاعه كده مظبوط. هجيب بقى الصاج ده 30 في 40، فرشت فيه كده ورق زبده، وهنزل بقى بالخليط البسكوت كده. شايفين بقى حبايبي خليط البسكوت جميل ازاي وقوامه كده مظبوط ما شاء الله، اللهم بارك. لو مشيتي على الخطوات بالظبط هيطلع معاكي البسكوت ناجح 100%. هوزع بقى الخليط البسكوت كده في الصاج كله، وهجيب بقى خلة خشب كده واوزع بقى خليط البسكوت كده على الصاج كله بنفس الطريقة عشان يطلع معايا سوا واحد ومظبوط 100%. كده بقى معايا جاهز ما شاء الله، اللهم بارك. هبدوها بدقيقتين كده واكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهدخله في الرف الوسطاني. هيقعد معايا بالظبط كده ساعه الا ربع او نص ساعه حسب الفرن بتاعك. واول ما يطلع شايفين بقى الجمال ما شاء الله، اللهم بارك. كده معايا مظبوط والقوام بتاعه كده مظبوط. هعمل بقى ايه؟ اقطع البسكوت كده. التقطيع ده حسب رغبتك. انا هقطعه كده لشرايح بكف ايدي كده بساوي عشان تطلع الشرايح كلها مظبوطه قد بعضيها، والبسكوت يطلع معايا حجم واحد والمقاس كله واحد. اهم حاجه البسكوت مستوي معايا واخد السوا بتاعه مظبوط واخد اللون الذهبي الجميل ما شاء الله. بقطع بقى كده البسكوت بنفس الطريقه دي لحد ما اخلص الصاج كله بنفس الطريقه. وهشيله بقى من ورق الزبده بقى كده. شايفين بقى الجمال والحلاوه ورق الزبده معايا. بشيله كده بقى ايه قطعه قطعه كده من اللي انا مقطعهم لشرايح رفيعه كده وجميله. بطلع الورقه كده بالراحه وهتطلع معايا بكل سهوله عشان مقاديري ناجحه 100%. البسكوت كده معايا جاهز ما شاء الله. سهل بقى البسكوت ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت بكل سهوله وباقل التكاليف. كده بقى معايا جاهز البسكوت. شايفين بقى القوام ما شاء الله عامل ازاي؟ واخد السوا بتاعه مظبوط وقوام البسكوت كده حلو. واجيبه بقى البسكوت كده واقطعه لشرايح رفيعه.
عايزه تخين رفيع براحتك. انا هقطعه الحجم ده بالظبط كده مظبوط ما شاء الله، وهقطعه بقى كده لحد ما اخلص كميه الصاج كلها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. ان انا ادخله الفرن تاني يتحمص ياخد بقى اللون الذهبي الجميل المقرمش. اعملي بقى لاولادك في المصايف في الرحلات، اعمليه كده في مناسبات، هيبقى جميل جدا ومش مكلف، واحسن من ان انت تشتريه جاهز من محلات. اعمليه في بيتك اوفر وانضف كتير من الجاهز. شايفين بقى بخطوات بسيطه جدا هتعملي البسكوت الجميل ده. سهل بقى ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت بكل سهوله. بعد ما قطعته كده هجيب بقى صاج وهفرد بقى قطع البسكوت كده في الصاج لحد ما يتحمص معايا وياخد اللون الذهبي الجميل المقرمش. شايفين بقى الحجم كله واحد والمقاس كله واحد. عايزه ترفعي تخني برضو براحتك، ده حاجه ترجع لك. انا المقاس ده كده مظبوط معايا 100%، وهكرر تاني القطع برضو لحد ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. شايفين بقى قطعه البسكوت متماسكه ازاي وقوامها كده مظبوط. يا سلام بقى لما تاكلي البسكوت كده مع كوبايه شاي بالحليب، بيبقى طعمها في منتهى الروعه والجمال، حقيقي جميل ويستحق التجربه. عايزاكي بقى تعملي طريقه البسكوت دي، جربيها وعلى ضمانتي واعمليها بنفس الطريقه بنفس الخطوات، هتطلع معاكي البسكوت ناجح 100%. ولو عملتي البسكوت لاولادك هيفرحوا بيه جدا لان طعمه جميل جدا ولذيذ وبمكونات موجوده عندك في البيت. بعد بقى ما رصيت البسكوت كده في الصاج كده بقى معايا جاهز. عملوا لي بص قد ايه بقى، كوبايتين ونص دقيق عملوا لي ايه ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى الكميه قد ايه. هكون بقى مشغله الفرن برضو على درجه حراره 180، وهدخلهم كده لحد ما يتحمصوا وياخدوا اللون الذهبي الجميل لحد ما يخرفش معاكي كده. واول ما يطلع بقى من الفرن بعد التحميص، ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه ما شاء الله اللهم بارك، متحمص واخد اللون الذهبي الجميل كده بقى معايا جاهز. هرص بقى كده واوريكم الجمال والخرفشه. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. اتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا من الفيديو. سامعين بقى الخرفشه الجميله دي ما شاء الله اللهم بارك. قطعه البسكوت جميله جدا ومخرفشه وطعمها احلى واحلى، فعلا جميل ويستحق التجربه. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سما واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. ايه رايكم بقى في البسكوت الجميل؟ عملناه في البيت بكل سهوله. شايفين بقى الجمال، شايفين الكميه قد ايه، مش احسن من انت تشتريه جاهز من الافران. شكله وطعم احلى واحلى ما شاء الله اللهم بارك. يلا بقى حبايبي ندوق البسكوت الجميل ده. شايفين مخرفش ازاي وجميل، وحجم البسكوت كده جميل ما شاء الله، مخرفش وطعمه بقى احلى واحلى، حقيقي جميل ما فيهوش ولا غلط. بأمانة عايزاكي تجربي طريقة البسكوت دي، هيطلع معاكي ناجح 100% وهيطلع بنفس الجمال والحلاوة دي. شايفين بقى البسكوتة مقاس واحد ازاي ما شاء الله. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينور اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهدة، في انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.